شباب عاملين ايه؟ وحشتوني. فيديو جديد طبعا مستعجل جدا ومش متعودين اصور في المكان ده، طبعا اوضه نومي لان طبعا اكيد مش هصور فيها. النهارده عندنا ايفنت، تعال نشوف هنعمل ايه. الموضوع كله ان انا مستعجل ولازم انزل القاهره بسرعه لان الايفنت في الدقي. دي الحاجات اللي احنا جهزناها ومصورناش فيديو احنا بنجهزها عشان ما ننساش حاجه. انا بنسبه كبيره ناسي حاجه. ومن الحاجات اللي انا ناسيها صاحبي اللي قاعد مستنيني بره. انا مش عارف انا رايق كده وانا متاخر اساسا. يلا زوز استنى اجيب الحاجه. صباح الفل. يلا بسم الله توكلنا على الله. الشيله دي كلها بقى طبعا مش عارف اصور وانا شايل، ف هنشيل ونروح نركب. اصور لكم بقى اليوم في الطريق. لاجل دايما الظروف بتبقى ضدي. احنا قاعدين دلوقتي مستنيين اي تاكسي ياخدنا قدام الموقف. انا فاكر ان انا عندي ميعاد قطر ولازم الحقه. المفروض دلوقتي نطلع على اسكندريه الاول، ومن اسكندريه راح فين مش عارف. بصوا الطريق جامد. لاجل ان انا انسان فقر وصلنا دلوقتي خط القطر ومكنتش حاجز تذاكر، فلقيت التذاكر خلصت. نسبة كبيرة كده هنرجع تاني بقى الموقف عشان نركب من هناك مشاريع. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عمر، بجد والله العظيم. يلا بينا. بعد تفكير كتير الاستاذ شرف تمام اللي اصلا هو اللي مأخرنا، المفروض كان يجي يحجز مجاش، وصلت انا قبله. هنركب القطر الفلوس عشان احنا ناس ده اللي هنروح قبل ما تروح صح؟ اغنياء منك لله. وزيد راح فين؟ خطف. هيروح يقول له خلاص ما انا انسان فقر. في الغابة انا والبومبا ماشيين زقطاتي مموت. مالا بقى للفقر السيستم واقع وبيكتبوا التذاكر بايديهم خط الايد. هو مفيش يوم اوسخ من كده النهارده والله. تمت. كان في حق كان هيضرب حد مش فاكر، ولا كان هيضرب مدير ولا مش ممكن يضربك. الفكرة بقى دلوقتي ان انا عاوز انام. طبق امبارح. وانت هتنام ولا هتعمل ايه؟ انا عايز انام بس انا مش هنام. انا هنام. يلا هقفل دلوقتي ان شاء الله لما نوصل نشوف هنعمل ايه. الفكرة ان انا مش عارف اصور بسبب الشيلة اللي معانا دي. لكن لما نوصل هناك ان شاء الله يبقى الفلوج لذيذ. احنا قاعدين دلوقتي سمعنا صوت في الشنطة بتاعتهم تقريبا كده. وهنا كنا أخيرا وصلنا لمحطة رمسيس. وصلنا بالسلامة للقاهرة. بجد مش عارف. والمفروض بقى ان في واحد صاحبي كان هيجيلي بالعربية في رمسيس ولكنه اتأخر علينا فاضطرينا نستناه في المحطة. ده الاستاذ اتأخر علينا اصلا. خدتش 10 دقايق. 10 دقايق. انا جاي من اسكندرية اوصل قبلك يا عم ربع ساعة يا عم. ربع ساعة ماشي. انت عارف ان انا نازل البيت اول ما انت كلمتني؟ انا كنت في البيت قاعد ولبست ونزلت. صحابي بص ده ازاز خليه جوه. طبعا انا هركب قدام لان انا شخص VIP جدا و
يلا يا ابني ما بتزمرش ليه؟ اخر جابوا لي التهمه دي تاني. مش حابب اكون جنبها. نور يا استاذ عمر. حبيبي نور يا حبيب قلبي. ميرسي الله يكرمك. حزامك بقى. بس البتاعه دي بتاع الخضره دي صرتها كانت باينه كبيره قوي. هي كبيره فعلا. شغال. طب احنا هلف انت الراجل اللي مستنيك ليه كده؟ يلا اجري. ماشي انا عايز انام. في البيت كامل عاوز نعم هو هربان مني. مش سامعك عامل نفسي مش سامعك. هذا من تكثر واحد منهم. ليه حد معاه فكه بقى دي ازمتنا انت معاك؟ طيب دلوقتي اتحرك على دقي دايركت. جو حر قوي. لا انصح اي حد اسكندراني يجي القاهره تاني يا جدعان. والله ما حدش القاهره عامه مش بس اسكندريه. احنا هنروح امتى بقى؟ اقسم بالله. لا يا عم هنخلص امتى؟ احنا لسه ما بدأناش اليوم بس انا عايز اخلص. وصلنا. بصوا هناك كده. بصوا مين. بس الحاجه حد ينزل بقى يبقى فاهم. لحد الآن حطيت كل حاجة في مكانها لحد ما البارتيشن هنا يجهز ونبدأ نرصص البارتيشن بتاعنا بالحاجات بتاعتنا كلها. طبعا هاخدكم جولة في الحاجات دي كلها والزيطة دي بعد ما نخلص. هنا الشباب شغالين على بارتيشنات الزواحف. البانيرات هنا جامدة قوي بس كده شغل رايق قوي. للأسف الشباب اللي أنا جايبهم معايا مشوا. تعب وانا اللي اتدبست في كل ده لوحدي. انا معاك. انا واقف معاه. ما انت واقف. انا واقف ما انا انا باخده منك. ده كفايه. ركبها زي الزفت. لسه ترابيزه والدنيا تتظبط دلوقتي. وهنا كان لازم الزق صور العناكب كل نوع على الانكلوجر بتاعه علشان الناس تبقى عارفه هي بتتفرج على ايه، والموضوع ده خد مني شويه وقت. اخيرا بحمد الله ظبطنا الانكلوجرات. بصوا بقى وكملنا الانواع وكل حاجه. بس طبعا مسيبينهم مفتحين والعناكب لسه جوه في العلب بتاعتها الصغيره علشان درجه الحراره والرطوبه والكلام ده كله. ومع بدايه الايفن نبدا بقى ايه نولع الدنيا هنا. تيم سبايدر تاسك بيت كاس الانبياء فجاه. بصوا بقى قابلت مين؟ مهاب اجمد تيك توكر يوتيوبر وانستجرامر بلوجر زواحف كده. ابني المستقبلي هيبقى زي مهاب ان شاء الله. وده ادهم. فاكرين طبعا يوم الصيد كان يوم ملوش اي 30 لازمه. طبعا خلاص دماغي ضربت. هسيب الحاجه وننزل نقعد على القهوه لحد ما ايه الايفنت يبدا. يلا بينا يا شباب. جاي السلاح جاي. ما صورتش ده واحنا داخلين عشان كنت شايل. ده مدخل المكان اللي فيه الايفنت يا جماعه. سوبك ريبتايلز فورد سوبك فيجن. يلا بينا لسه راجعين من القهوه. نبدا بقى ايه عشان الافتتاح بتاع الايفنت دلوقتي. البارتيشن بتاعنا مين الورم ده فرهد مني في الحر. يلا بينا نظبط العناكب. ويلا بينا بقى ننقل العناكب من علب النقل للانكلوجرات بتاعتها. ودي حاجة شاقة جدا لانك بتمسك نوع ولازم تاخد بالك ان مفيش حاجة تهرب او انك ما تتعضش. وبرضه لازم احافظ على الكائن اللي معايا لان كان معايا كائنات وحاجات غالية جدا ونادرة قوي وجاية الايفنت ده بشكل حصري. دلوقتي ظبطنا الحاجة ولكن لسه ناقص اغير التيشيرت ده. طبعا يتبهدل جدا مش ده التيشيرت اللي انا هلبسه في الايفنت. طالما بارتيشن عناكب فلازم نلبس السبايدر مان بتاعنا. يلا بينا بقى نخربها في الايفنت
ده. مع بداية الايفنت وفعاليات اليوم ما بدأت كنت مضغوط جدا ومشغول قوي على البارتيشن بتاعي. كان بجد يا جماعة ورايا حاجات كتيرة جدا لازم تتعمل ومقابلات وناس جاية عشاني، وطبعا اخواتي من عيلة ادهم اللي شرفوني وجم اتصوروا معايا، فعشان كده سبت الموبايل لزياد صاحبي هو يصور وبعدين نشوف الموضوع ده في المونتاج. اللي قدامكم دول بوا كونستراكتور وشفتوها عندي في فيديو لتعبين قبل كده، وكان في بول بايثون وكريستد جيكو وبلاك مكسيكان كينج سنيك وده نادر جدا، غير الاجوانات بطفراتها المختلفة والكورن سنيك الجميل ده واصالات البورمث بايثون. كان في بارتيشن مخصص لنباتات التراريوم والزراعة في الاحواض، ومهاب جه عمل قلبان بالحيوانات بتاعته اللي جابها معاه زي السحالي والعناكب، شكله كده جاي ينافسني ولا ايه. المهم ان هم حطوا عنكبوت جوه تراريوم، وللاسف دي حاجة مش صح، بس هم عارفين ان ما ينفعش نربي العناكب بالشكل ده. فرحت قوي باخواتي اللي اتصوروا معايا وكنت فخور بنفسي وبالشغل اللي انا قدمته على العرض بتاعي واقبال الناس عليه وانبساطهم بالحاجة اللي انا قدمتها دي. بنصور احنا وبنصور دلوقتي. ما ضيفها عادي. ده كان بارتيشن سوبك فورم من الزواحف المصرية زي الورق الصحراوي والحرادين وأواضي الجبل والضبوب وتعابين الدساس البلدي والصعيدي وسحالي ام الحيات وتعبان الخضاري وتعبان الأرقم وحاجات كتير قوي مصرية. كان بصراحة بارتيشن متميز جدا بالأنواع المصرية. وده كان تصوير لقاء صحفي عجبني جدا بعد ما نزل، عرضت فيه حاجات جميلة جدا من العناكب والحاجات بتاعتي، واتكلمت عن العناكب والعقارب وقد ايه هم كائنات لطيفة ومظلومة وعن التربية بتاعتهم كمان. احنا بنصور بقى حصل كارثة، الشمس دخلت على العناكب وده شيء خطر جدا جدا، ربنا يستر والشعاع الشمس ده يغيب ينتهي. الشمس عدوة العناكب يا جدعان والله. عليك كاشف. خنصر فلوس شفتك. وده فيديو لقيته الضب ملون جميل، زياد كان ماشي يتجول بيه وسايب التصوير بتاع الفيديو بتاعي خالص. اقول لكم ان دلوقتي اصلا الايفنت خلص واحنا لمينا حاجتنا، انا ما اعرفش اخد لكم اي جوله اهو. عوضنا الجوله تعبان صغنون كمان نروح على غير زي صراحة على ما احنا خلاص مروحين. صراحة على اتمنى ان زياد يكون اللقطات اللي هو صورها نستفيد بيها. طبعا زياد نساني وراح صور فيديوهات لناس تانية ونسى الفيديو بتاعي تماما. عملت ايه؟ تمام انا هروح واشوف في المونتاج احنا صورنا ايه، عشان ما صورتش اي حاجه، كنت مشغول هنا في الدعكه حرفيا. فسبحان على الله. بس اعرفكم بقى بالتيم بتاعي عشان هو عايز يطلع. تمام علي الكاشف عمر زياد الحمد لله. احلى تيم سبايدر تاسك اللي هو اتلم اصلا مش عارف يا خلصنا انا. والله العظيم كان يوم يوم ايه؟ لسه اليوم ما خلصش، احنا لسه مروحين. يا لهوي. ده انا نسيت الجزء ده. لا ده في علقه تانية لما اروح بقى وارجع الحاجات مكانها. يا نهار اسود. انه يوم مش فايت قسما بالله. ما حد يجي يروح معايا ينقل الحاجات معايا في ايه رايك؟ دول صحاب مش جدع. هو اي نعم ساحلهم معايا من اول اليوم بس مش عايزين يروحوا معايا. هم ايه؟ اصحاب مش جدع صح؟ ممكن كده والله. بعد اذنك ممكن؟ اتفضل. بعد اذنك حاضر. اتفضل معاك. يلا بينا. لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه. والله كان ايفنت يعني في اللذاذه، بس انا تعبت جدا جدا جدا. مش عارف اليوم لسه ما خلصش، الدنيا زي الزفت.